السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلًا وسهلًا بحضراتكم النهارده يوم جديد من يوميات إيمان بنت سعيد. النهارده معانا تنضيف الكرشة والرجول والراس بتاعة الجديان أو الضن. شايفين معايا الحاجة زي الفل كده من كتر النضافة منورة. بسم الله ما شاء الله. الطريقة سهلة بجد وبسيطة جدًا، جدًا، جدًا. تابعي معايا لآخر الفيديو وهتطلعي إن شاء الله بجد مستفادة. هنبدأ مع بعض إن شاء الله في الطريقة. أول حاجة معانا مَيّة سخنة جدًا، خلاص هتخش معانا على مرحلة الغليان. هي دي المَيّة المطلوبة وهي دي سر نجاح تنضيف الكرشة والراس والرجلين معاكِ. المَيّة ما تدخلش الغليان، ولو دخلت معاكِ في الغليان تكسريها بكوباية مَيّة اللي هي ال200 مِللي دي، تحطيها على المَيّة فهتبقى دي المطلوبة بالضبط، وهتنضفي الكرشة بجد من غير سكينة حرفيًا. معانا الكرشة بتطلع بكل سهولة، بس هي سخنة شوية على إيدي فكنت بانطر إيدي كده كل شوية. معانا الطريقة سهلة وبسيطة جدًا، وبتتنضف بإيديكِ عادي خالص أوي، مش بتحتاجي لسكينة خالص، زي ما هتشوفي معانا كده في الفيديو. أنا مش باجري الفيديو علشان تستفادي بكل جزئية في الفيديو. ويا ريت لو ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد. ودي كانت معانا آخر حتة في الكرشة، اللي هي دي في ناس بتقول عليها اسمها أم الشلاتين. هي ليها بصراحة مسميات كتير، بس أنا ما أعرفش منهم غير المسمى اللي أنا قُلته لِك ده. وكده كنا خلّصنا الكرشة خلاص، وهنخش على تنضيف الراس. هننزل في المَيّة اللي هي زي ما قُلت لِك في أول الفيديو، مَيّة ساخنة جدًا ما دخلتش على الغليان، باختبرها بإيدي كده بالاقي إن الشعر طلع بإيديّا. بنجيب السكينة ونبرد بيها على طول كده هتلاقيها بتتجرد معاكِ بكل سهولة، بس ما تطلّعيهاش من المَيّة إلا لمّا تختبريها الأول بإيديكِ زي ما شُفتِ كده، وهتجردي على طول، هتتجرد معاكِ بكل سهولة. خطوات كلّها سهلة وبسيطة. أهم حاجة لنجاح الخطوات دي كلّها درجة حرارة المَيّة، المَيّة ما تدخلش منِّك في غليان، لو دخلت منِّك على الغليان كده الشعر ممكن يمسك فيها، زي ما شُفتيني كده بردت المَيّة لمّا غليت منّي بكوباية مَيّة كبيرة، علشان تاخدي النتيجة اللي شُفتيها معانا في أول الفيديو. مش هنسيب حتّة فيها كده إلّا لمّا نبردها بنفس الطريقة اللي حضرتِك شايفاها دي. هنخش معانا بقى على الرجول، وهتشوفي معايا إن أنا مش باطلّعها من المَيّة إلّا لمّا أختبرها الأول.
زي ما أنتِ شايفة كده ما لقيتهاش بتطلع معايا، فسِبتها إيه، حاجة بسيطة لحد ما طلعت معايا الشعر كده، طلع في إيدي. فهنجيب سكينة بقى ونبرد. الموضوع سهل جدًا يعني، ولو لسه بتتعلمي لسه هتلاقي نفسِك بتعمليها بكل سهولة. هننزل بآخر قطعة فيها. أهم حاجة نتأكد إن هي بتطلع معانا في إيدينا الأول في الاختبار، بتطلع معانا إيه، بسهولة. كده مش هيتبقى معانا غير الضوافر. الضوافر دي بتحتاج إن إحنا نسيب الرجل كده في المَيّة على الأقل دقيقة كده، دقيقة بإنها بقى تطلع معانا على طول. زي ما أنتِ شايفة كده قدامِك، كنت سِبتها دقيقة وخرّجتهم كده بكل سهولة. هنا كان الضفر الكبير بقى عايز دقيقة، فنزّلته المَيّة دقيقة وخرّجته تاني وقلعته بكل سهولة. وأهم حاجة ننضّف الشعر اللي بيبقى بين الضفر. زي ما أنتِ شايفة كده السكينة داخلة في القلب وبتجيبي اللي هو ما بين الضوافر. عايزاكِ تركّزي في كل حاجة في كل جزئية في الفيديو. هنا جينا بقى عند التشييد، نشيّد بقى الشعر اللي هو هنطيّر أي شعرية كده طايرة والّا حاجة معانا، وفي نفس الوقت بيدّي لي طعم حلو أوي للحمة الراس بقى بعد الطياب. التشييدة اللي بتاخديها دي منها نضافة وطعم في الأكل بيبقى بجد جنان. نلفّها كده على النار وبحرف السكينة كده ونمشّيها تاني ما يجراش حاجة، علشان تاخدي أحلى نضافة. أنا والله باورّيكِ كل الخطوات بالضبط يعني عشان الحاجة تطلع معاكِ كويسة وزي الفل. ومعانا الرجل برضًا بنعمل فيها نفس الكلام، بنشيّطها على النار بنفس الطريقة. وبنجيب سكينة ونمشّيها كده زي ما مشّيناها على الراس، بنمشّيها على الرجل كده، عشان لو معانا شعرة يعني رايحة كده مننا والّا كده، فهتيجي معانا على النار، وفي نفس الوقت اللي أنا مش باحرقها. وهنا كانت ساخنة شوية على إيدي، فمسكناها بقماشة نضيفة علشان نقدر نشيّطها كويس. أهم حاجة بعينِك كده ما تخلّيش فيها أي حاجة. وهنا كده يا حبايبي كنا خلّصنا، وأنا هنا هاورّيكِ النتيجة النهائية للشغل اللي اشتغلناه مع بعض. شوفي معايا الرجول عاملة إزاي، يعني ما فيش فيها أي حاجة ونضيفة جدًا، والراس والكرش هكذا. يا ريت لو عجبِك الفيديو تسيبي لي comment حلو منِّك كده، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتراكِك يشرفني عشان يوصلِك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.